باختصار شديد احنا نعلم ربنا سبحانه وتعالى ونعلم ما يأمر به من كلامه. الله او الههم في الكتاب ده لم يتعهد بحفظ هذا الكتاب. الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يتعهد لا بحفظ التوراة ولا الانجيل. انت بتقول هو الله مش قادر يحفظه. مش قادر يحفظه ده لما الله سبحانه وتعالى يقول ان هو هيحفظ الكتاب ولا يحفظه، وقتها تقول غير قادر، لان هو قال ولم يفعل. لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل بحفظ هذه الكتب، ترك الحفظ للبشر. الله سبحانه وتعالى يقول بما استحفظوا من كتاب الله، يعني مهمة الحفظ متروكة ليهم. واضحة الحتة دي؟ مهمة الحفظ متروكة ليهم وفي كتابهم برضه، لأني أشهد لكل من يسمع نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة، وإن كان أحد ينقص من هذا ينقص الله نصيبه من صفر الحياة. الواقع بقى بيقول إيه؟ الواقع بيقول كده، كتابكم اتشال منه عادي جدا أهو، بيتشال اتحرف أهو. لو ده التحريف اللي الإله تعهد بيه فالتحريف حصل. وآبائك الأرثوذكس أسقف الأنبا إبراهام أسقف الفيوم في كتاب له اسمه الأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت، بيقول هنا إن في أسفار مقدسة ضاعت نهائيا. زي إيه؟ صفر ياشر، أسفار ضاعت، أسفار مقدسة. فين حفظك الإله عندك؟ وبعدين ما يعني أنت جاي بتقول لي الإله عندك مش قادر يحفظ كتاب. يا فندم ده أنت إلهك نزل مات على الصليب، مع إنه كان بيقول إيه؟ لكي لا تصدم بحجر رجلك، يعني يحفظوك لدرجة إن مش الملائكة مش هتخلي حاجة تخبطك في رجلك، واتصلب واتضرب على قفاه واتبهدل، وجاي تقول لي مش قادر يحمي. انا هنهرج برضه كمان عشان ما حدش يقول لك لا اصل كان عهد قديم وما بطيخ. رسالتين من رسائل بولس. ابوك الانبا توادرس اهو ابوك الانبا توادرس، ادي كلام ابوك توادرس، ونعلم منها ان بعض رسائله ربما ضاعت او فقدت لاسباب عديده. الانبا رفائيل اعترف ان في رسائل من رسائل بولس ضاعت، وقال لك اصل دي رسائل صغيره ما فيهاش تعليم. والله بجد والله. وتيجي تقولوا هو الاله ازاي مش قادر يحفظ كتاب؟ يا عم اتقوا الله بقى من الاسئله الحمضانه بتاعتكم دي.